هنعمل النهارده احلى طريقه للنسكافيه. هتعجبكم جدا ومش تاخد منكم وقت وطعمها بجد تحفه قوي في الاخر، هتعجبكم قوي ومش هتبطلوا تعملوها. اول حاجه هنجيب الكب اللي هنعمل فيه وهنحط معلقتين من النسكافيه الدارك، وهنحط السكر حسب الرغبه. يعني انا هنا حطيت معلقتين ونص سكر، وبصراحه كان طعمه تحفه قوي. فالسكر حسب الرغبه يعني زي ما تحبوا. بعد كده هننزل عليهم بشوية مية مغلية، حاجة بسيطة خالص عشان بس نعرف نضربهم في بعض. ممكن نقلب بالمعلقة لو مش عندنا المضرب بتاع نسكافيه، بس لو عندنا خلاص نعمل بيه. هنفضل نضرب فيه كده حوالي دقيقتين بس لغاية ما يتقل شوية ويعمل الفوم بتاعه اللي احنا عايزين نوصل. ده كده بعد حوالي دقيقة بدأ يتقل وخلاص، يعني ده القوام اللي احنا محتاجينه. فبس كده هنفضل نضرب فيه لغاية دقيقة أو دقيقتين كده لغاية ما يتقل. بعد كده هننزل عليه باللبن. هنحط اللبن يعني حوالي كوباية إلا تلت، يعني مش هنملي كوباية على آخرها لأن لسه في حاجات هنزودها. فهنحط بس اللبن، مش هنمليه على آخرها زي ما اتفقنا. تمام، بعد ما هنحط اللبن هنبدأ إن احنا نقلبه، وبعد كده هنحطه في الميكروويف لمدة دقيقة لغاية ما يسخن. بعد كده هنطلعه ونحط عليه آيس كريم. الآيس كريم برضو اختياري، بس هو بيغير الطعم بطريقة تحفة قوي، بيخليه طعمه جميل جدا. فهو خطوة حلوة قوي. هنحط الايس كريم، طبعا الافضل طبعا يكون يا اما فانيليا يا اما شوكليت زي ما نحب. تمام. وبعد ما هنحط الايس كريم هنحطه برضو في الميكرويف تاني لمدة نص دقيقة 30 ثانية لغاية بس ما يسيح، ونقلبه ونبقى عملنا احلى نسكافيه. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا